قال ايه هي بقى حكايه السانتا كلوز؟ واشمعنى بقى ملبسين احمر؟ السانتا كلوز بقى ترجع قصته لقديس اسمه نيكولاوس. كان بيسكن في مقاطعه من مقاطعات اسيا الصغرى، في منطقه اسمها مورا او باترا. نيكولاوس لما توفى والده ووالدته كانوا سايبين له ميراث عظيم جدا، لدرجه انهم ممكن يعيشوه ملك باقي عمره. فقرر انه يهب كل الميراث اللي ورثه عن ابوه وامه لكل الفقراء والمحتاجين. فعرف في القريه اللي هو فيها إن في أب ل3 بنات الفقر واكلهم، والأب بقى من شدة الفقر حب يستثمر دماغه وبناته في حاجات مخلة للآداب، وده كله علشان يسطر بناته. هيأكلهم منين مثلا؟ أو يجوزهم منين؟ والقديس نيكولاوس أول ما شم الخبر ده فبقى يتسلل لبيت الراجل في كل ليلة من الليالي، ويحدف سرة من الدنانير من الشباك. الراجل كان هيختل، عايز يعرف مين اللي بيرمي سرة الدنانير كل ليلة بنفس الطريقة دي. جوز بنته الأولانية وبنته التانية بنفس الطريقة. جه عند بنته التالتة بقى وراح عامل كمين علشان يعرف مين اللي بيجيب الدنانير دي كل ليلة وبالكمية دي. فعرف في الوقت ده انه القديس نيكولاوس، وكان ممتن ليه جدا لانه انتشل بناته من المشي البطال والطريق اللي كانوا هيمشوا فيه. ومن هنا جت فكرة العطاء. وبعد نياحة القديس نيكولاوس يعني وفاته، بدأت هولندا وألمانيا وسويسرا يهادوا بعض بالهدايا في أعياد الميلاد المجيد. والفكرة بدأت تتنقل لأمريكا والعالم كله، والبروتستانت الهولنديين سموه سانتا كلوز. بس هو شكله ما كانش كده، كان دايما بيصوروه انه راجل كبير ولابس فرو ابيض ولحية بيضة ونضارة. وفي القرن ال19 الرسام الكاريكاتيري توماس ناس رسم شكل تخيلي للسانتا كلوز. مرة كان أخضر، ومرة كان أصفر، ومرة كان أحمر، ومرة كان بنجوم، ومرة من غير نجوم، لغاية سنة 1920 شركة كوكاكولا بقى كانت بتصوت من قلة مبيعاتها، وخصوصا في الشتاء. وفضلوا على الحال ده لغاية سنة 1931، وفي احتفالاتهم بالسنة الجديدة كنوع من الدعاية لشركتهم فراحوا ملبسين السانتا كلوز اللون الأحمر بتاعهم. وعليها حتى يومنا هذا فالسانتا كلوز بيلبس اللون الأحمر من ساعة الدعاية اللي عملها لشركة كوكاكولا سنة 1931.